من ضمن الحاجات التانية بعد تصوير طبعا المنتجات وتصوير الفيديوهات وان انا اقدم محتوى للعميل، ان انا ابطل اقول للعميل اشتري المنتج بتاعي. في ناس كتير بتستغرب قوي لما نقول لها لو ما قلتش للعميل اشتري هو هيشتري، ولو قلت للعميل اشتري ما بيشتريش. طول ما انا حاسس كأي انسان في اي مكان، طول ما انا حاسس انك محتاج تطلع من جيبي فلوس مش هطلعها. دي يعني زي ما بيقولوا سايكولوجي كده، نفسيه عندنا كلنا تقريبا. اما لو انت حسستني ان انت مش محتاج مني ان انا اشتري، انا دايركت هبقى جاي لك عايز اخد منك البرودكت دي وعايز اشتريه. يعني ده معناه ان انا لما هعمل اعلان مش هقول للعميل اشتريه مني، بنقولها بطريقه غير مباشره زي ما وضحت في الفيديوز مثلا، ان انا بطلع بفيديو اقول للعميل والله ده المنتج بتاعي، دي مميزاته 1 2 3، ده بيعمل كذا وكذا وكذا وبس. طيب سعره كام؟ طيب هو انت بتوصله ولا ما بتوصلوش؟ سيب العميل يتفاعل معاك ويروح ويجي، ما تبقاش بتديله كل حاجه في مكان واحد وبعد كده مطلوب منه ان هو ياخد خطوه، هو مش هياخد خطوه. العميل او الماركتنج هي مرحله اولى، بيجي بعديها مرحله المبيعات. يعني حضراتكم لما تروحوا تعملوا اعلان ممول، مفيش عميل هيدخل دايركت يقول لك انا عايز اطلب اوردر ابعت لي ده، هو بيدخل يقول لك هو ده بكام؟ بتقول له والله ده سعره كذا. طيب انتوا بتوصلوا المكان الفلاني؟ اه يا فندم بنوصل. طيب هو انا لو خدته ايه مميزاته؟ فبتشرح له مميزاته. طب ايه اللي بيميز بينكم وبين حد تاني؟ بقول له والله اللي بيميزنا عن اي مكان واحد واثنين وثلاثه. دي كلها حاجات بتجذب العميل ده ان هو يطلب الاوردر من غير ما انا قلت لك اطلب، انت بتسال وانا برد عليك بشرح لك. فبالتالي هعمل مبيعات افضل واكبر. فنبطل ننزل بوستس دايما بالصور وخلاص، نبطل ننزل بوستس تصميمات ومصور الحاجه وكاتب كل تفاصيلها في الديسكربشن المكتوب. الناس ما بقاش عندها وقت تقرا كلام مكتوب كتير، على قد ما هم بيحبوا يتفرجوا على فيديو يشدني بسرعه ويوضح لي كل التفاصيل بشكل سريع ما يتعداش ال 90 ثانيه كمان.